هنعمل النهاردة ترند المكشكشة اللي قالب الدنيا والسوشيال ميديا. 455 جنيه. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا تحفة، بجد تحفة فنية، نفس طعم بالظبط بتاع بره، وفي نفس الوقت كمان زي ما انتم شايفين نفس الشكل، وسايحة ونايحة كده وطعمها تحفة. دي حاجة. الحاجة التانية فيها حاجة كده يعني مش هتعجبكم، هقول لكم عليها في الفيديو. يلا بينا نشوف المقادير. معايا كوبايتين ونص من الحليب، عليهم معلقتين ونص من الكاسترد البودر، وهنحط عليهم معلقتين من السكر. خلي بالكم من السكر، المقادير هنا مظبوطة بالظبط عشان يطلع معاكم السكر مش عالي، لان فيها مكونات كتير. بعد كده هنقلبهم على البارد ونرفعهم على النار، واول ما يتقل معايا بحط مكعب من الزبدة بيوديها في حتة تانية خالص، وبيخليه كريمي كده وناعم. واول ما يدوب معايا بطفي بقى النار، وبحطه كده في بولة عشان يبرد، وبحط من فوق كيس من اكياس التلاجة عشان ما يعمليش قشرة من فوق. بعد كده بجيب الطاجن بتاع البايركس او الصينية، وبدهنها كويس قوي بالزبدة او السمنة. هنحط بقى 12 طبقة من ورق الجلاش، ما بين كل ورقة والتانية دهنة من الزبدة او السمنة عشان يطلع معانا مورق كده وحلو. عايزه اقول لكم بقى ان الحاجه اللي انا كنت قايله لكم عليها في اول الفيديو ان هو سعراته الحراريه عاليه جدا، هو بيتخن. يعني الناس اللي بتستغل رمضان وبتعمل دايت في رمضان هتتخنوا يا جماعه، لان انا اتخنت اصلا فالحمد لله. يلا بينا بقى نرجع للوصفه. حطيت 12 ورقه كده من الجلاش، وبعدين حطيت الكاسترد. زي ما قلت لكم الكاسترد بتاعنا بيكون ناعم كده وخفيف شويه. بعد كده هبدأ اوزعه، ولكن مش هوصل للاطراف عشان ما يتحرقش معايا في الفرن. بعد كده هنعمل بقى المكشكشة نفسها. نعمل بقى المكشكشة ازاي؟ فاكرين الورق المروحة اللي احنا كنا بنعمله زمان واحنا صغيرين؟ هنعمله هنا بالظبط في الجلاش. بنتني كل ورقة والتانية عكس بعضيها زي ما انتم شايفين، ونخلص كمية الجلاش كلها ونحطها من فوق. بجهز بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وبعد كده ببدأ ان انا اسيح شوية من السمنة عشان ادهنها من فوق الوش، لان طبعا ما دهنتش في الطبقات فيطلع معايا مورق، وفي نفس الوقت كمان كريسبي كده ولونه حلو. بندخلها الفرن بقى، واول ما بتستوي معايا من تحت بولع الشواية من فوق علشان تطلع معايا لونها محمر كده وجميل. بعد كده هنعمل الصوص بتاعنا، عبارة عن كوباية من الحليب المكثف المحلى، ومعاه ربع كوباية من الحليب. هندوبهم ونسيبهم على جنب. اول ما بتطلع مع عندي الصينية بحط كوباية من الشربات، بيكون خفيف، وبسقيها كده زي ما انتم شايفين. وبسيبها تهدى شوية، وازينها بقى بالفستق المجروش وشوية كده من الورد المجفف، وببدأ ان انا اقطعها. وانا بقطعها بقى هبدأ ان انا احط في طبق التزيين او التقديم شوية كده من الصوص اللي احنا عملناه، على شوية كمان من الفستق اللي هو المجروش، وهنبدأ ان احنا نطلعها. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا وزي بتاعت بره بالظبط. وبسقي بقى الصينية بتاعتي بقيتها كلها من الصوص اللي احنا عملناه. بس كده، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك وشير، واعملوا سيف كمان عشان الفيديو يفضل عندكم، وتابعوني عشان كل جديد ينزل لكم. كل سنة وانتم طيبين.